السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. الزمالك بيتعادل مع دريمز النيجيري 0-0 عشان يصعب على نفسه مباراة العودة في مباراة كان بطلها الأول والأخير جامايكا. للي ما يعرفش جامايكا، في الفيلم بتاع محمد هنيدي يا أنا يا خالتي، اللي هو العفريت ده اللي هو جامايكا انوي جاماما بيموت في الجبنة النستو. ايه ايه بقى ده؟ احنا لو واكلين مال يتيم مش هنضيع الفرص دي. ده احنا لو سارقين دار يتامى وجبنا بالفلوس دي جبنا بيهم لعيبه مش هيضيعوا الفرص دي. في ايه؟ لا مش كده. يعني بتضيع، في فرص بتضيع، بس مش بالمنظر ده. الكرة على خط الجون مش عايزه تعدي، مش عايزه. ايه ده؟ في ايه؟ في ظل غيابات كبيره كانت موجوده عند الزمالك النهارده 5 لعيبه مختلفين عن اخر مباراه لعبناها، مباراه القمه. وهم عد معايا: فتوح، عمر جابر، زيزو اصابه، عبد الله السعيد وناصر ماهر عشان مش متأيدين في الكونفدراليه. ف5 لعيبه، اصلا انت عندك اصلا نقص. يعني انت اساسا عندك غيابات ويا دوب بتلملم لعيبتك. قوم ايه بقى؟ وعواد بيسخن قبل الماتش يتصاب ويقول لك مش هيلعب. الو ايوه صبحي تعالى دلوقتي بسرعه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه النحس والفقر ده؟ حاجه غريبه جدا. يكمل بعد كده عواد وصبحي يبقى احتياطي، فعواد بقى اللي لعب ده يتصاب تاني جوه الماتش. دي شغلانه مهببه. عموما الزمالك ابتدى النهارده كعاده ماتشاته ب4-2-3-1. عواد في حراسه المرمى، 2 مساكين ثابتين، مسلوسي وحسام عبد المجيد اللي مستواه عالي وابتدى يرجع تاني لمستواه، بيقدموا مستويات ثابته. مسلوسي ما كانش قد كده النهارده، لكن مسلوسي اللي فات يشفع له كتير. على اليمين الزناري بيقدم اداء دفاعي جامد جدا، لكن هو في الناحيه الهجوميه لو ربنا كرمه ووصل للخط فبيروح ما بيبصش، بيروح عامل كده زي ما تيجي بقى. لعيبه موجوده، لعيبه مش موجوده، ملوش دعوه، بيروح عامل كده. لكن مش ده اللي هو هيقدر يرفع لك كروس على راس المدافع. على الناحيه الشمال كان بيلعب النهارده ابراهيم انداي. ابراهيم انداي فاجئني، راجل بقاله كتير مصاب وما بيلعبش، وبيلعب في مركز لما يرجع يلعب في افريقيا في ماتش مهم زي ده، ويلعب باك ليفت مكان فتوح اللي هو اصلا مش مركزه، ويأدي بالاداء ده. شابوه شابوه لنداي. نص الملعب كان بيلعب عندنا، بيلعب مركز 6 دونجا، جنبه 8 مش موجود، ما جنبوش حد، يعني يعتبر بيلعب لوحده. يعني ده هنا مركز 8، ده ما شفناهوش. حمدي ما جاش من ماتش الاهلي، من يعني ولا جه ماتش الاهلي ولا جه الماتش ده. اداء غريب جدا. هو بيلعبك 8 عشان تنقل له الهجمه من تحت لفوق. انت الوحيد لعيب كوره، انت اللي تقدر تسحب الفرقه، وانت اللي تقدر تلاعب اللعيبه اللي قدام، بتقدر تاخد الكوره من تحت لفوق، انت اللي بتوزع اللعب. فهو بيلعبك في المركز ده، يعني حاجه غريبه جدا. مش موجود حمدي. طيب هنا ده معرفش، يعني ده مركز 10. ما شفتوش النهارده. بنلعب لعيب متيابه قد كده محدش شافه، فاحنا بنلعب من غير ده وبنلعب من غير ده. فالراجل ده لوحده دونجا ماسك الحته دي كلها. طبعا الكره لما كانت بتبقى علينا كان بيبقى علينا مصيبه، يعني في الهجمات المرتده لما الكره بتتقطع مننا بيبقى هنا في الحته دي الراجل ده لوحده اللي بيغطي المنطقه دي كلها. مصيبه. على اليمين طبعا شيكابالا اللي كان بعيد كل البعد في وجهة نظري. على الشمال مصطفى شلبي بعيد كل البعد برضو. الاتنين بقالهم فترة ما بيلعبوش، بس انتوا مش موجودين خالص. يعني ما ظهرتوش قدام سيف الدين الجزيري اللي هد الدفاع وعمل كل حاجة في الكورة الا انه يجيب جول.
يعني سيف الجزيري عمل كل حاجه في الكوره الا مهمته ووظيفته الاساسيه ان هو يحرز اهداف النهارده. حاجه غريبه جدا النهارده. كان المفروض يبقى شحاته موجود في نص الملعب يملى مع دونجا الدنيا في نص الملعب. حمدي كان المفروض من بدري يطلع، سواء حمدي او متيابه، الاثنين لا وجود ليهم، كان المفروض من بدري. احنا اتاخرنا، لكن خلينا نبقى برضو عذرين جوزيه جوميز ان هي دي الخامه اللي معاك، دي القماشه اللي معاك. ما عندكش لعيبه تقدر تغير لك الملعب، ما عندكش لعيب كده قاعد معاك على الدكه كده جنبك، انت تحس الدنيا معقربه انزل هيقلب لك الماتش. ما عندناش دول. وحسينا قوي 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 بغياب عبد الله السعيد وناصر ماهر تحديدا النهارده. فين ايام ما كنا بنلعب في الدوري؟ ده نص الملعب ده ما كانش حد بيعرف يقف قدامنا، تيك 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 تاكا. بص ايه ده؟ ما كانش حد بيعرف يقف قدامنا. انت مش عارف تحضر هجمه، انت ضيعت الشوط الاولاني كله 45 دقيقه في هجس، في لا شيء، في ان انت مش عارف تبني هجمه اصلا. الشوط الثاني ابتدى ربنا يكرمنا وابتدينا نوصل، فابتدينا كل الكور اللي بنوصلها بنضيعها. فعندنا العوده كمان اسبوع بالظبط في نيجيريا، ماتش صعب في طياره خاصه توصل لعيبه، ده هيقلل الاجهاد عليهم وهيبقى الرحله تبقى عدد ساعات اقل. فنتمنى ان ده هيفرق مع الفرقه، يكون ربنا يكرم يكون رجع لنا زيزو، لان وجوده يعني فارق معانا جدا جدا جدا. فان شاء الله زيزو يبقى موجود، لان ما عندكش زيزو، ما عندكش عبد الله السعيد، وما عندكش ناصر ماهر، كتير غيابات كتير صعبه قوي 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 على اي فرقه في الدنيا. فنتمنى التوفيق ان شاء الله للزمالك في ماتش العوده. هيبقى ماتش صعب، لكن لعيبه الزمالك رجاله ولعيبه قدها. نشكر كل الجمهور اللي كان موجود النهارده، 50,000 متفرج زينوا ونوروا ارض استاد القاهره النهارده، شجعوا الفرقه بعد المباراه وكانوا على قد المسؤوليه. اعتقد ان اللعيبه هتبقى رجاله وهتبقى على قد المسؤوليه في مباراه العوده عشان يفرحوا الجماهير دي ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله الماتش الجاي. السلام عليكم.